في 1922 ولد عنده 15 سنة راح للعمل في ورشة صيانة للسيارات في طوكيو باليابان. مالك الورشة لما شافه ما كانش شايف ان الولد ده هينجح في الشغل اصلا، فاداله مهام عامل نظافة في الورشة وكمان يطبخ للعمال ويخلي باله من ابن الملك الصغير. محدش كان مهتم بيه ولا شايف انه هينجح في اي حاجة، وده لانهم ما كانش عندهم اي فكرة الولد ده هيكون مين في المستقبل. وبعد عشرات السنين الولد اللي اسمه سويتشيرو هوندا هيتنافس مع أكبر براندات للسيارات في العالم، وفي نفس الوقت هيمتلك أكبر مصنع للموتوسيكلات في العالم. دي قصة الولد الياباني الفقير اللي انتقل من عامل نظافة لبناء براند يساوي مليارات الدولارات. دي القصة العظيمة والملهمة لشركة هوندا للسيارات. لكتير من اليابانيين كان يوم 17 نوفمبر 1906 يوم عادي، وكمان كان يوم ولادة سويتشيرو هوندا اللي هيغير العالم بأكتر من طريقة. أبوه كان حداد عنده محل تصليح عجل، وأمه كانت بتشتغل خياطة. عيلته كانت فقيرة جدا، وهوندا كان عنده 8 إخوات، 5 منهم توفوا وهم صغيرين بسبب الصحة السيئة. وهوندا بيكبر كان اهتمامه بيزيد بالآلات، وخصوصا اهتمامه بازاي العربيات بتشتغل، خصوصا بعد ما شاف أول عربية فورد موديل تي. وهو صغير فضل يجري وراها وهو منبهر بتصميمها. الذكرى دي وريحة البنزين هتفضل معاه للأبد. في التوقيت ده العجل كان مشهور جدا في اليابان، والعملاء بدأوا يوقفوا طوابير على محل العجل بتاع أبوه. هوندا كان بيقضي وقت طويل بيتفرج على أبوه وهو بيشتغل، حتى إنه جرب يصلح بنفسه، وكمان اتعلم إزاي يصنع ألعاب من الأدوات والماتيريال اللي كانت حواليه. وبعدها بشوية سنين كان بيساعد والده بشكل منتظم في المحل. وبرغم من ده لما نروح نشوف تعليمه الأكاديمي فهوندا كان طالب سيء جدا، ما كانش مهتم خالص باللي بيدرسوه، ولكنه كان بيحب يبقى موجود في ورشة أبوه. ولقلة اهتمامه بالدراسة درجاته ما كانتش أحسن حاجة. الطلاب كانوا بياخدوا تقارير بالدرجات واللي المفروض يوروها لأولياء أمورهم، والأهل كانوا بيختموا الشهادة علشان يثبتوا إنهم شافوها. ولكن هوندا ما كانش عايز أهله يعرفوا إنه بيفشل في الدراسة ويخيب أملهم، وقرر إنه يصنع ختم عيلة من المطاط بتاع العجل علشان المدرسين يقتنعوا إن أهله ختموا الشهادة. وللمفاجأة الموضوع نجح، لدرجة إن زمايله اللي كانوا بيجيبوا درجات قليلة كانوا بيطلبوا منه إنه يصنع لهم ختم علشان ما يوروش التقارير لأهلهم. ولكن بعد فترة هوندا اتمسك وهو بيعمل كده، ولكن والده ما كانش متضايق منه. والده كان متضايق ان شغل هوندا ما كانش احسن حاجة، لدرجة انهم عرفوا مين اللي بيعمل الاختام. وبرغم من ان هوندا ما حصلش على التعليم كويس، هوندا كان بيطور مهاراته في ورشة ابوه، وكان عنده اعجاب رهيب بالمكن وهندسته. وفي 1917 وهوندا عنده 11 سنة وصل له خبر ان في طيار اسمه آرت سميث هيشرح القدرات الهوائية للطائرات ذات السطحين. فقرر انه يستعير بعض المال من درج الكاش، وخد عجلة من اللي موجودين في الورشة وساق ل20 كيلو متر للمطار العسكري علشان يشوف العرض. ولكنه لما وصل هناك اكتشف انه معهوش الكاش الكافي لتذكرة الدخول، فقرر انه يتسلق شجرة علشان يتفرج على الشرح. هوندا لقى الموضوع مذهل جدا، وده خلى حبه للآلات وللاختراع يزيد. ولكن لما رجع البيت كان أبوه اكتشف اللي حصل، ولحظه بدل ما أبوه يكون متضايق منه، أبوه كان منبهر بعزيمته ومبادرته، وربما كمان إنه كان فخور بابنه لأنه عنده نفس الإعجاب والتقدير بتاع أبوه للآلات وهندستها، فخلى اللي حصل ده يعدي. في 1922 بعد ما هوندا خلص الدراسة شاف إعلان في جورنال لشركة خدمات سيارات اسمها آرت شوكاي. الإعلان اتكتب فيه مطلوب مساعد لورشة تصليح سيارات في طوكيو. هو شاف بما إن الشركة دي تقدر تتحمل تكلفة الإعلانات فأكيد هيكون متاح عندهم تدريب للشباب اللي زيه اللي عايزين يدخلوا المجال. وفي سن ال15
قرر انه يسيب البيت ويدور على وظيفة، فراح طوكيو. انه يطلع من قرية ريفية صغيرة لشوارع طوكيو المزدحمة كانت تجربة شديدة، ولكن حدسه كان صحيح. قدر انه يحصل على تدريب في شركة ارت شوكاي، ولسوء الحظ في أول يوم خد وظيفة غسل العربيات ومسح الأرض وتجهيز الأكل للمالك، لدرجة إنه كان بيشتغل مربي لابن المالك. فده مش بالظبط اللي كان في باله، زائد إن المتدربين في الوقت ده ما كانش بيدفع لهم فلوس، فكان بياخد مكان صغير يريح فيه وأكله قليل. وبعد فترة صغيرة من انضمامه للشركة حصل في طوكيو زلزال، وده اللي خلى كتير من الميكانيكية يسيبوا شغلهم علشان يصلحوا بيوتهم. فدلوقتي ورشة التصليح ما فيهاش عمال كفاية، وهنا هوندا شاف ان دي فرصته. اتطلب منه ان يملى مكان الميكانيكي. هوندا اشتغل بجهد كبير جدا، وبعد فترة بقى ميكانيكي بدوام. هوندا كان شغوف جدا انه يتعلم، وكان بيقضي وقته في تصليح العربيات والموتوسيكلات، واللي كانوا في التوقيت ده محصورين على الطبقة الغنية فقط. وهنا هوندا شاف عربيات كتير من مصانع مختلفة، وده نمى معرفته اكتر. هوندا كان دايما بيحط اهتمام كبير في فحص العربيات اللي كان بيصلحها، وفي وقت راحته كان بيقرأ في أي مجلة خاصة بالعربيات. وبعدها بفترة صغيرة هوندا ما بقاش بس بيصلح السيارات، ولكنه كمان بقى بيصمم أجزاء منها. ولأن شغل هوندا كان عظيم جدا بالنسبة للشركة، واحد من الملاك اسمه يوزو قرر انه يعلم هوندا الجزء الخاص بالتجارة في البيزنس بجانب الجزء التكنيكال. يوزو كان المرشد المثالي لهوندا، وهو اللي عرف هوندا على عالم سباق السيارات. في 1923 يوزو بدأ يصنع سيارات السباق الخاصة بيه، وطلب من هوندا انه يساعده في بنائها. التصميم التاني بتاعهم واللي سموه ذا كورتيز كسب بطولة السباقات اليابانية في 1924. هوندا كان موجود بصفته المهندس المصاحب للتصميم. الانتصار ده في سن صغير، وإنه يكسب السباق وكمان إنه يشارك في بناء السيارة دي، كان شعور هو عمره ما هينساه، وإحساس هيفضل مستمر في مطاردته طول حياته. وهو عنده 20 سنة تم استدعائه للجيش، وفي أثناء الفحص الطبي اكتشفوا إن عنده عمى ألوان، وتم إعفائه من الخدمة. بعدها بفترة بسيطة في 1928 المرشد بتاعه مالك أرت شوكاي عرض عليه فرصة إن هوندا يفتح الفرع الخاص بيه من أرت شوكاي في مدينة هاماماتسو، مدينة قريبة جدا من المكان اللي اتولد فيه. هوندا هنا لسه في أول عشريناته، فدي مسؤوليات كبيرة عليه إنه يفتح الفرع الخاص بيه. ولكن من الواضح إنه أبهر مدراءه، وهوندا قبل العرض. الفرع بتاعه بدأ ينمو بشكل بطيء في الأول، لأنه كان لوحده تماما، هو اللي كان بيعمل كل حاجة. ولما الناس كانت بتجيب عربياتها تتصلح كانوا بيرجعوا لأن شكله صغير، فكانوا بيفترضوا إنه ما عندوش خبرة، ولكنه نجح في إنه يبني سمعة كويسة لنفسه. وفي منتصف الثلاثينات قدر إنه يعين فريق كامل علشان يساعده. وهنا هوندا كان بيعمل فلوس كويسة جدا، قدر إنه يشتغل بجهد كبير ويوصل من مجرد متدرب لإنه بيدير ورشته الناجحة. وكشاب غني فهوندا كان بيحب يستمتع بوقته. في تقارير كتير بتقول إنه كان بيعمل حفلات كتير وبيصرف ببذخ شديد. هوندا اشتغل بجهد كبير واحتفل برضه بجهد أكبر، حتى إن بعض الليالي ما كانتش بتنتهي نهاية كويسة لأنه كان بيشرب كتير. وفي ليلة من الليالي زق بنت من الشباك، ولكنها ما جرالهاش حاجة لأنها نزلت على أسلاك الكهرباء، ولكن علشان ينجدوها من الأسلاك اضطروا إنهم يقصوا الأسلاك، وده نتج عنه قطع كهرباء المدينة كلها. هوندا كمان كمل في السباقات، ولكن ده كمان هينتهي نهاية مأساوية. في 1936 هوندا كان في حادثة كبيرة في بطولة السباقات اليابانية، وده خلاه يبطل السباقات تماما. قضى بعدها 3 شهور في المستشفى، وبقى عنده ندبات دايمة. الدكاترة قالوا انه محظوظ جدا انه خرج من الحادثة دي حي اصلا. الحادثة دي كانت بمثابة صحوة لهوندا، لما بقى عنده ثروة فجأة قادته لاتجاه سيء في الحياة. ولكن الحوادث دي خلته يعيد تفكيره في اللي هو عاوزه،
برغم من انه ورشته كانت ماشية كويس، فهو ما كانش راضي بتصليح العربيات فقط، هو كان بيدور على تحدي جديد وكبير. هوندا شاف إمكانيات أكتر في التصنيع، وسأل أرت شوكاي لو هو يقدر يحول الورشة بتاعته لشركة منفصلة واللي يقدر من خلالها يصنع حلقات المكبس. ولكن أرت شوكاي ما عجبتهمش الفكرة خالص، البيزنس كان ماشي كويس وبيعملوا فلوس كتير، فما كانش عندهم أي اهتمام إن هم يوقفوا ده ويدخلوا مجال جديد كليا، خصوصا إن التصنيع أغلى وفيه مخاطرة أعلى من التصليح. ولكن هوندا كان مصر إنه يسعى ورا رؤيته الجديدة، فقرر هو وصديق ليه إنهم يبدأوا البيزنس مع بعض، واللي سموه توكاي سايكي هيفي اندستري. في البداية كان هوندا بيقضي النهار بيصلح السيارات في الورشة، وبالليل بيشتغل في بيزنس التصنيع اللي بدأه. الموضوع كان منهك جدا إنه يعمل الاتنين مع بعض، وهو ما كانش بينام كفاية، حتى إنه كان بياخد دروس ليلية يزود من خلالها فهمه للمعادن والسبائك. ولمدة 2 هوندا كان بيشتغل بدون راحة لحد ما وصل لتصميم ثوري لحلقات المكبس في 1939، وهنا سلم كل مهامه في أرت شوكاي لمتدربيه، وبدأ يركز كليا على شركة التصنيع بتاعته، وبدأ بتصنيع حلقات المكبس. وللمرة الأولى من فترة هوندا كان حاسس فعلا إنه متحمس للعمل ده، ولكن الحماس ده كان لفترة قصيرة. بدأ يقابلهم مشاكل كتير في التصنيع، كمثال استقبلوا طلب من تويوتا، ومن كل آلافات الحلقات اللي طلبتها تويوتا من شركة هوندا 3 بس عدوا معيار الجودة العالية لتويوتا. كان تراجع كبير، ولكن هوندا قرر انه هيزور الجامعات والمصانع حوالين اليابان عشان يفهم عملية التصنيع بشكل أعمق وينمي مهارته أكتر، وفي النهاية حصل على معرفة ومهارة كافيين، واللي بيهم قدر يصنع حلقات مكبس تعدي معايير الجودة لتويوتا. وكمان اكتشف طريقة يقدر من خلالها يوسع إنتاج الحلقات بطريقة آلية، واللي معناه إن حتى العمال اللي مش ماهرين يقدروا يصنعوها، وده معناه كمان إنهم يقدروا ينتجوا بكميات كبيرة وبسعر قليل. الطلبات زادت بسرعة جدا، وهنا هوندا ما قدرش يوفي بالطلبات من ورشته، ففتح مصنع كبير ينتج فيه كميات كبيرة من الحلقات. ولسوء الحظ لما بيزنس هوندا كان بادئ يصعد، اليابان كانت بتجهز للحرب. لما اليابان دخلت الحرب العالمية الثانية في 1941، كتير من موظفين هوندا الرجالة تم استدعائهم للخدمة العسكرية، وده ساب مصنع هوندا بدون موظفين. والحرب كمان كان معناها نقص في الإمدادات، وهوندا كمان كان عنده مشكلة في تصدير واستيراد الأدوات والمعدات. لما الطيارات كانت بترمي علب البنزين بتاعتها، هوندا كان بيقول لموظفيه يدوروا فيها يمكن يلاقوا حاجات صالحة فيها للتصنيع. ده كان قد ايه هو مش لاقي المواد اللي يستخدمها في التصنيع. في 1944 كان من الواضح ان اليابان بتخسر الحرب، وكمان لما القنابل وقعت على مصنع من مصانع هوندا، فبدأ يبان لهوندا انه هيخسر البيزنس بتاعه. واللي زاد الطين بلة ان بعد سنة مصنعه التاني اتدمر بسبب زلزال. الموضوع كان مدمر لهوندا، اللي فضل يبنيه في سنين انهار في لحظة. الشركة كانت اوريدي بتعاني من الحرب، ولكن الحدث الأخير كان المسمار الأخير في النعش. فهنا هوندا باع ما تبقى من بيزنس التصنيع بتاعه لتويوتا. كان في نقص شديد في البنزين بعد الحرب، والتنقلات في التوقيت ده كانت مقتصرة على العجل. الناس محتاجة طريقة تقدر تتنقل بيها بشكل أسهل وأرخص، وفي نفس الوقت عملية من ناحية البنزين. هوندا كان عنده فكرة إنه هيحط في العجلة بتاعته موتور، وده لفت انتباه الناس حوالين المدينة. كان شايف إن ده حل كويس لمشكلة بلده. هوندا أنشأ معهد هوندا للبحث التقني في 1946 باستخدام الفلوس اللي اتبقت له بعد ما باع مصنع حلقات المكبس بتاعه. الهدف كان إنه يكتشف طريقة يصنع بيها الموتوسيكلات باستخدام فائض المكن العسكري اللي هو قدر يحصل عليه، وقدر بيهم يصنع موتوسيكل من العجل.
واللي على طول بقى ترند في اليابان. وبعدها جاله طلبات كتير، وهنا المكن المستعمل خلص من عنده، فقرر انه يصنع المكن بتاعه علشان يقدر ينتج كميات كبيرة من الموتوسيكلات، وده علشان يغطي الطلبات. هوندا هيحتاج فلوس علشان يستثمر في الإنتاج، ولأن الظروف الاقتصادية ما كانتش أحسن حاجة بعد الحرب، الاستثمارات ما كانتش متاحة بسهولة. ولكن كالعادة هوندا لقى طريقة، كتب رسالة ل18,000 مالك لمحل عجل حوالين الدولة بيشرح فيها الفكرة، وبيطلب منهم إنهم يستثمروا في تصميم الموتوسيكل بتاعه. 3000 منهم ردوا عليه وقالوا إنهم حابين يستثمروا في موتوسيكلات هوندا. فهوندا هنا رجع للبزنس تاني. هوندا موتورز كو أنشئت في 1948 كمصنع صغير للموتوسيكلات بهدف إنتاجها بسعر معقول، واللي هتساعد اليابانيين إنهم يتنقلوا بسهولة. هوندا كمان تعاون مع تاكايو فوجيساوا، واللي مش بس استثمر في الشركة ولكنه كمان كان خبير استراتيجي، وده أتاح لهوندا إنه يساهم في جزء الإنتاج من البزنس. أول موتوسيكل هوندا أنتجه كان الدي تايب، والدي هنا من دريم، حلم. الموتوسيكل ده كان تقيل وضخم، ولكن هوندا وصل للنجاح مع إصداره اللي بعديه وهو السوبر كاب، واللي كان أخف وأصغر وأأمن. الطلبات تهافتت عليه من البلد كلها، وهنا هوندا حول تركيزه لدخول السوق الأمريكي. ولكن قبل فترة الستينات كانت صورة الموتوسيكلات في أمريكا إنها صعبة وغير آمنة، وعلشان هوندا يغير الصورة دي هوندا عمل حملة دعائية ناجحة جدا مع مقولة أنت بتقابل ألطف الناس مع هوندا. ومع خفة وزن الموتوسيكل العائلات والشباب الصغير اتشجعوا انهم يغيروا مفهومهم عن الموتوسيكلات، وبكده يبقى دخل سوق جديد. وكنتيجة واحد من كل موتوسيكلين اتباعوا في أمريكا في 1964 كان هوندا. وبعدها بفترة بسيطة الموتوسيكلات الخفيفة بقت موجودة في كل أمريكا. وفي أواخر الستينات هوندا كانت أكبر شركة للموتوسيكلات في العالم، بينتجوا حوالي 1,000,000 موتوسيكل في الشهر. والمعلوماتك يا صديقي، هوندا ما زالت أكبر مصنع بينتج موتوسيكلات ليومنا هذا. مش بس هوندا كانت نجاح مادي، ولكنها نجحت كمان في السباقات. في 1966 هوندا كسبت بطولة الموتوسيكلات بكل فئاتها في الجراند بريكس. هوندا للموتوسيكلات كانت نجاح جبار، ولكن سويتشيرو هوندا ما زال عنده حلم محققوش، فده كان وقت المشروع الأكبر ليه. من ساعة ما هوندا شاف أول عربية ليه وهو طفل، فهو كان عايز ينتج السيارات الخاصة بيه. ولأن بداياته كانت متواضعة، فكان معجب بفكرة إنتاج سيارات ذو جودة عالية ولكن ذو تكلفة معقولة، علشان كل الناس يجربوا فكرة إنهم عندهم سيارة. ولكن الكل قال له إنه خلاص لقى نجاحه مع الموتوسيكلات، فليه يغير؟ خصوصا إن كان في منافسة عالية جدا في سوق السيارات، وخصوصا إن في أمريكا شركات السيارات الكبيرة هي اللي كانت مسيطرة على الماركت. ولكن هوندا كان دايما محب للمخاطر، وبعد إحساسه إنه سيطر على العجلتين فكان جاهز إنه ينتقل لل4 عجلات. أول إنتاج لهوندا كانت التي 360 ميني، واللي نزلت الماركت في 1963، ولكنها ما كانتش مشهورة وما اتباعتش بشكل كويس. ولكن هوندا كان عارف إنه لما يحصل له موقف زي ده، موقف مخيب للآمال، فهو لازم يغير النهج بتاعه. في أوائل السبعينات كان في حركة للتغيير البيئي بتكبر مع اهتمامها بجودة الهواء والتلوث، وده اللي خلى البلاد الأمريكية تقدم مبادرة الهواء النظيف، واللي وضعت أنظمة للسيارات. وعلى طول كل المصانع الكبيرة رفضت التوجيهات الجديدة وقالت إنها من المستحيل تطبيقها. ولكن هوندا قال أنا هلاقي طريقة، وبدأ يصنع محرك جديد للعربية واللي نجح في اختبار التلوث، وكان اسمه The Compound Vortex Controlled Combustion Engine. ما كانش بس صديق للبيئة، ولكنه سمح للناس إنها تسافر لمسافات أبعد باستخدام بنزين أقل، في حين إن جماعات الضغط المختصة بسوق السيارات في أمريكا كانوا بيضغطوا إنهم يلغوا القواعد.
هوندا خد خطوة ولقى حل. هوندا بنفسه قال بعد كده لما كونجرس بيصدر معايير جديدة احنا بنعين 50 مهندس جديد، والجي ام بيعينوا 50 محامي جديد. وفي 1972 تم إطلاق هوندا سيفيك، واللي هتكون أول سيارة تستخدم المحرك الجديد CVCC، المحرك العملي في الطاقة. والعربية اللي وزنها خفيف هي الإجابة الممتازة لأزمة البنزين. في 1973 واللي كانت فيه أسعار البنزين عالية، الهوندا سيفيك كان استخدامها قليل للبنزين وانبعاثاتها قليلة ويعتمد عليها، هي كانت العربية الممتازة في الوقت الممتاز. وبعدها بفترة هوندا سيفيك هتكون من أشهر السيارات في العالم. لما مبيعات هوندا سيفيك عدت 1 مليون، هوندا أطلقت الأكورد. دي كانت عربية عملية للطبقة المتوسطة، واللي كانت بتدور على عربية تصميمها محترم مع سعر عملي. وعن طريق الدعاية الشفهية هوندا بدأت تنتشر عنها سمعة إنها يعتمد عليها. المبيعات كانت بتزيد، وهوندا بقت واحدة من المصانع الرائدة في المجال. لما الأكورد أثبتت شهرتها، هوندا دخلت خط الرفاهية في السيارات لما أطلقت براند ذا أكيورا لأمريكا في 1986، واللي كمان كانت مبيعاتها عالية في كل من اليابان وأمريكا. هوندا دلوقتي عندها عربيات لكل الطبقات، وكلها كانت بتتباع كويس جدا. وفي أواخر الثمانينات هوندا كانت ثالث أكبر شركة سيارات في الكوكب كله. بعد صراع مع فشل الكبد، سويتشيرو هوندا استسلم للمرض وتوفى في 1991. عند وفاته كانت ثروته بتقدر ب92 مليون دولار. حصل على أكتر من 150 براءة اختراع لاختراعات مختلفة. كان عنده 3 أبناء، ولكن محدش منهم ورث الشركة. هوندا وشريكه كانوا مؤمنين بالجدارة أكتر من المحسوبية، وإن البيزنس هينجو لما يتسلم للأشخاص ذو المهارة العالية أكتر من لو تسلم لأفراد العيلة غير الماهرين. بالرغم من خسارة مؤسسها، هوندا موتورز انطلقت علشان تسيطر على السوق الأمريكي عن طريق إعادة تنظيم شامل، وحسنوا تصميم السيارات وحطوا جهود إبداعية في التسويق. وإلى يومنا هذا هوندا موتورز ما زالت من شركات السيارات الرائدة عالميا، حتى إنهم توسعوا في كل أنواع المنتجات من الطائرات للروبوتات. فعلا الحكاية فيها شيء من الجنون. هوندا بدأ حياته بداية مظلمة مع قليل من الفضول وحب للعمل مع الأدوات والآلات، ولكن هوندا كان عارف هو عايز إيه والتزم تجاهه. خد خطوة وغير نهجه لما الأمور ما كانتش بتمشي لصالحه. كان فاهم إنه لما يصنع منتج راقي الناس هتشتريه، وكان بيشتغل بلا كلل وبكل مجهوده علشان يحقق ده. واللي مشابه جدا لقصة جاك ما وعلي بابا، وهي قصة مجنونة أكتر. تقدر تضغط هنا وتتفرج عليها. ما تنساش يا صديقي تشرفني باشتراكك وتفعل زرار الإشعارات علشان يوصلك أفلامنا القصيرة عن البزنس والمال من قناة قصة وكتاب. شكرا على المشاهدة، وأراكم قريبا.